السلام عليكم، ازي حضرتك يا حاج؟ الحاج سامي عيسى. الحاج سامي عيسى، نعم يا فندم. يعني من سكان عزبة الافندي. سكان الاساسي العزبة. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا جينا هنا برضو صورنا في البيوت كلها وشفنا مشكله الصرف الصحي، يعني عامله نشع في البيوت وطرنشات ماشيه في الارض، طافحه الارض وتحت الارض ميه خالص. تمام. حتى المسجد كمان. تمام سيادتك، احنا بنعاني من المشكله دي بقالنا سنين. ايوه. وكل نائب بينزل بيعشمنا وبننتخبه وبيدينا الامل ان انا خلصت قصه المجاري. احنا ان شاء الله، لا احنا هنواصل ان شاء الله. الاستاذ محمد صبحي موعدنا والاستاذ سليمان خليل، وبرضه احنا معاهم نشوف ما ينفذوا. لا ان شاء الله هم اكيد هينفذوا باذن الله. المشكله ديت انا عندي هنا كل يوم بعد يوم بشيل نقله ب 130 جنيه. ايوه. يوم بعد يوم بشيل نقله الوكاله دي ب 130 جنيه. أيوة. الناس جوه ظروفها الماديه تعبانه، ال 130 جنيه دي بتزعلهم، ياثروا عليهم. ياثروا. وسيادتك البيوت جوه زي ما سيادتك شفت كده في العزبه جوه، شفت وصورت. باشا. ايوه. يعني اي نصوص في اي وقت تبص حضرتك تلاقي العزبه دي كلها بقت، لان هي واقفه كلها على طبقه ميه. البيوت اللي جوه حضرتك كلها. أيوة. العزبه دي كلها على طبقه ميه. ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وصل لبطن الارض، وكمان قالوا لي انه بيدخل جوه البيوت. ده حقيقه، انا عندي بيت جوه، يمكن الحاج نجاح عارف. سيادتك البدروم بتاعه مليان ميه، وغلبت وجبت عازل وغلبت وردمت وصرفت عليه كتير، مفيش فايده برضه. اخر ما زهقت سبته، مش عارف اقعد فيه. هو احنا ان شاء الله صوتكم يوصل، وانتوا قلتوا برضه الساده النواب سليمان بيه خليل، وان شاء الله الاستاذ محمد صبحي ومعدلنا محمد صبحي بيه ان شاء الله. املنا في الله كبير وفي الناس ديت انها تعمل وان شاء الله احنا بنكلم كبرنا بقى كلنا، سياده المحافظ ان شاء الله لما يوصل الصوت، واستاذ وليد ابو سالم رئيس مجلس مدينه منوف النشيط المجتهد اللي عمره ما هيأثر، واول ما يسمع الصوت ان شاء الله هتلاقوه هو اول واحد يتحرك. عندنا المسجد هنا حضرتك برضه، دخلت المسجد ده، دخلت المسجد. يبقوا كل يومين بنشيل منه نقلتين. ده مسجد ربنا كمان. يعني احنا بنعاني من المشكله دي حضرتك بقالنا سنين وزهقنا بصراحه، واتكلمنا مع سياده المحافظ كذا مره، لا ان شاء الله، وكلمنا ناس كتير وكلمنا مسؤولين كتير، بس للاسف ما حدش نفذ حاجه. ان شاء الله كله هيقف معاكم باذن الله. احنا ده مشكلتنا الوحيده المجاري بس، يعني دي اللي ناقصانا هنا، لان دي تعبانه، دي اكبر مشكله، ملهاش علاج. دي اكبر مشكله وملهاش علاج سيادتك يا فندم. ان شاء الله ربنا يجازي حضرتك خير ويجازي المسؤولين كلها خير، سياده المحافظ ان شاء الله، والنواب وسياده رئيس الجمهوريه وكل المسؤولين عن بلدنا. ان شاء الله.